أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي. يوسف استس مع كبر سنه يحضر أباه الطاعن في السن المقعد على الكرسي المتحرك إلى الصلاة، ويضعه بكل إحسان ورفق في الصف ليحضر صلاة الجماعة في مشهد إيماني مؤثر. لم يكونا في الماضي شخصين عاديين، بل كانا قسيسين من دعاة النصرانية ومن أشد المناوئين للإسلام وأهله، لكنهما اعتنقا الإسلام بعدما أثر فيهما شاب مسلم عاش الإسلام في كل تفاصيل حياته، فكان خير سفير لهذا الدين. اسمي هو يوسف استس. أنا من ولاية تكساس، وحاليا أعيش في واشنطن. وقد دخلت في الإسلام قبل 20 سنة بسبب قصة عجيبة جدا. قبل الإسلام اعتدت إلى أن أدعو إلى النصرانية، وكنت أمشي في كل مكان والإنجيل في يدي والصليب معلق على عنقي، حتى أنني كنت أضع قبعة فوق رأسي مكتوب عليها عيسى هو الرب. هل تعلم؟ لم أفكر أن شكلي سوف يبدو غريبا على الناس، لكن كان لدي رغبة وإرادة قوية في نشر هذه الرسالة، وهي رسالة الحب والسلام، وأن تكون إنسانا صالحا وتكون جاهزا ليوم القيامة. حياتي اليومية قبل الإسلام كنت مشغولا بأمرين. الأمر الأول هو التجارة، والثاني نشر رسالة السلام. ومن العجيب أنني بعد الإسلام وجدت وقتا أكثر في العمل وفي نشر رسالة الإسلام. في الماضي قبل أن أتعرف على الشخص الذي كان سببا في إسلامي، كانت قبل ذلك صورة الإسلام والمسلمين لدي سيئة ومشوهة. فقرر والدي ذات يوم أن نبدأ التجارة مع المسلمين، فقلت له: هذا مستحيل، هؤلاء إرهابيين ومجرمين ويخطفون الناس، حتى أنهم لا يؤمنون بالرب. في الحقيقة هؤلاء يعبدون مبنى أسود في الصحراء ويقبلون التراب 5 مرات في اليوم. هذه هي الصورة التي كانت في بالي عن الإسلام. كذلك كنت أظن أنهم يسجنون النساء والأطفال، ولكن في الحقيقة لم أقابل أي مسلم من قبل، ولم أتعامل مع مسلم حتى بدأنا التجارة مع أحد المسلمين من مصر. عندما قابلت هذا الرجل لأول مرة تفاجأت، لأنني كنت أظن أننا سنقابل شخصا لابسا ثوبا طويلا أسود وله لحية طويلة وعليه عمامة كبيرة فوق رأسه، وأنه سوف يكون مقطب الحاجبين وشكله بشع جدا، وقد يكون يحمل سيفا في يده. في الحقيقة ظننت أن شكله سوف يكون مثل الخميني، لكن المفاجأة
هذا الرجل كان شخصا عاديا، كان يلبس لباسا عاديا، وكان يبدو كأي شخص عادي، وليس له لحية، وفي الحقيقة ليس له أي شعر، لقد كان أصلع. لقد كان رجلا طيبا بالفعل. فقلت في نفسي: أراهن على أنه باستطاعتي أن أدخله في النصرانية. كانت هذه فكرتي، سوف أجعله يدخل في النصرانية، ولكن قدر الله شيئا غير الذي كنت أريد. أحد الأشياء التي أذهلتني في هذا الرجل، غير أنه محترم وسهل التعامل ولطيف، إلا أنه كان مواظبا على أداء الصلوات الخمس في وقتها. هذه كانت عادته يوميا، كان على الوقت. إذا جاء وقت الصلاة يستأذن، ثم يذهب يصلي، ثم يعود ويكمل العمل معنا، باستثناء يوم الجمعة، فقد كان يستأذن ساعتين وقت الظهيرة، فيذهب بالسيارة إلى المسجد الذي يبعد عنا حوالي نصف ساعة، ثم يعود بعد الصلاة ونكمل العمل سوية. إلى جانب ذلك، لاحظنا أنه لا يأكل ولا يشرب شيئا يومي الاثنين والخميس، فعندما نقدم له شيئا يقول: عذرا فأنا صائم. أحد الأشياء التي أذهلتني أنا وأبي أنه كان في تعامله في التجارة أمينا جدا، ويحرص على خدمة الزبون أفضل خدمة، وكان يتأكد أنه يأخذ البضاعة الجيدة حتى لا يغش، وكان يحرص دائما على سعادة الزبون. ففكرت أن هذا الرجل لو دخل إلى النصرانية فقد يكون من أولياء الله، بل قد يكون ملكا من الملائكة. كانت الرغبة لدى يوسف ووالده وأفراد عائلته كبيرة في تنصير الشاب المصري، وتم إعداد الخطة، واجتمع أمرهم على إقناعه بترك دينه والدخول في النصرانية. 3 مقابل 1، كلهم قساوسة. نعم، ماذا عساه أن يفعل؟ وكيف سيفلت من حصار القساوسة له وهو شاب مسلم بسيط من عامة الناس؟ نعم، هكذا كانت الخطة. كان صيدا سهلا، أو هكذا كان يخيل لهم، لكن المفاجأة كانت أنه كان أقوى من الجميع. اجتمعنا في المنزل 4 أشخاص، أنا وأبي وقسيس كاثوليكي، وكل منا لديه إنجيل مختلف عن الآخر. فبدأنا النقاش، فاختلفنا نحن ال3 أي الأناجيل ال3 هو الإنجيل الصحيح. فتوجهت للمسلم سائلا: كم قرآن لديكم؟ فقال: ليس لدينا إلا قرآن واحد، وهو باللغة العربية فقط، ولا ينقصه أي صفحة ولا آية ولا حتى حرف واحد. بعد ذلك فكرت أن أسأله عن الرب، لكنه بادرنا سائلا عن عقيدة الثالوث، فما استطعنا أن نجيبه بطريقة مقنعة، وكل منا كان ركيكا في جوابه. ثم سألته: ما الرب عندكم؟ فجاوبني: said in the Quran, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تفاجأنا نحن ال3 بعدما قرأ السور. ففكرت: ما معنى أحد؟ يعني أن الله ليس له ولد ولا أب ولا أقارب، وليس كمثله شيء. فقلت في نفسي: إذا كان مسمى النصرانية غير صحيح، وأن هناك أخطاء في الإنجيل،
ماذا عسانا أن نفعل؟ فبحثت في الديانات الأخرى فلم أقتنع بشيء منها، ولم أكن حينها أعرف شيئا عن الإسلام، حتى قابلت هذا الرجل المسلم المصري، فبدأت أراجع أفكاري. فقال لي صديقي المسلم أن المسلمين يؤمنون بعيسى. وكنت أعرف من قبل أن اليهود يؤمنون بجميع الأنبياء إلا عيسى، فلا يؤمنون به أبدا، فلا يؤمنون به كنبي ولا كرسول ولا أنه ابن الله. فسألت صديقي المسلم عن عيسى في الإسلام، فقال أن المسلمين يؤمنون بأن عيسى نبي مولود بمعجزة من الله، وأنه كان يتكلم في المهد، وأنه قال للناس أني رسول الله، ويؤمنون أيضا أنه كان له معجزات أخرى، فقد كان يمسح على الأبرص فيشفى، وكان يمسح على الأعمى فيبصر، وكان يحيي الموتى بإذن الله. فقلت: هل المسلمون يؤمنون بكل هذا؟ فسألته: وماذا تقولون في عيسى نفسه؟ هل هو ابن الله؟ فقال: لا، هو ابن مريم. فقلت في نفسي: هذا صحيح فعلا، كيف عيسى ابن الله؟ وبدأت أفكر وأعالج معتقدي. فوجدت أنه ليس هناك فرق بيننا وبين المسلمين، يؤمنون بعيسى وبأن له معجزات، لكن الفرق عندما قال صديقي المسلم أن عيسى ليس ابن الله بل هو ابن مريم. وكلمة الله، وهذا موجود في الإنجيل، وموجود أيضا أن الله إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ثم جاءت المفاجأة، بأن صديقي القسيس الكاثوليكي قال: أريد أن أذهب إلى المسجد وأن أرى المسلمين. فذهب صديقي إلى المسجد، وعندما عاد سألناه أنا وأبي: ماذا يفعل المسلمون هناك؟ هل يذبحون الحيوانات؟ أم هل يصنعون القنابل أو شيء من هذا القبيل؟ فقال: لا، بل يصطفون في صف واحد، صامتون كالرهبان، ثم يركعون ويسجدون، ثم يجلسون ولا يكلم أحد منهم الآخر، وينهون ذلك بالالتفات لليمين واليسار، ويقولون: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فسألت: وماذا بعد؟ فقال: لا شيء، يخرجون بعد ذلك من المسجد. فقلت له: ما نوع الموسيقى الذي يتعبدون به؟ فقال: ليس هناك موسيقى. قلت له: ماذا؟ لأنني كنت أنا المسؤول عن الموسيقى في الكنيسة سابقا. كان الجميع يتمنى ويحاول إقناع الشاب المصري بالدين النصراني، ويبذل كل ما يستطيع من أجل إقناعه، ولكن كان هناك أمر يشدهم إلى الإسلام. كان سلوك هذا الشاب وأخلاقه العالية وصدقه وحسن تعامله يبهرهم ويثير تساؤلاتهم حول هذا الدين. كان ملتزما بصلاته وصادقا وأمينا في تعاملاته. كانت اللحظات التي يجلسون وهم يراقبونه وقد فرش سجادته في ركن المنزل وبدأ يصلي ويرفع يديه بالدعاء، كان مشهدا يأخذ بأرواحهم ويشدها إلى روعة الإيمان. إن أخلاق هذا الشاب
أقرب إلى عيسى منهم. هكذا كانوا يحدثون أنفسهم، وفي الوقت ذاته لا يعلمون هل هي خصاله الذاتية التي جبل عليها، أم هو جمال الإسلام الذي امتثله وتحلى به. وبدأ الإسلام يتسلل إلى قلوبهم واحدا تلو الآخر، فأسلم صديق يوسف الكاثوليكي، وأسلمت زوجته، وأسلمت العائلة كلها. بدأت أريد معرفة المزيد عن الإسلام، فبدأت أطرح أسئلة صعبة على صديقي، فكان دائما يرد على أسئلتي بهدوء وابتسامة. ففكرت في شخصية عيسى عليه السلام وتعامله مع الناس، فوجدت صديقي هذا أقرب ما يكون إلى عيسى عليه السلام من النصارى أنفسهم. فهو لا يشرب الكحول ولا الدخان ولا يكذب ولا يغش ولا يمشي خلف النساء. في الحقيقة كان يغض بصره إذا اقترب من إحداهن. فقلت في نفسي لو أن عيسى هنا اليوم لكان هذا الرجل معه. وكنت لا أزال أفكر كيف أدخل هذا الرجل إلى النصرانية، وفي نفس الوقت كنت أتمنى أن أكون مثله وأكثر، فلقد رأيت أن لديه سلامة القلب. فعلى سبيل المثال إذا تعطلت سيارته كان دائما يقول الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، ورأيت ذلك عدة مرات. فكنت أفكر كيف لهذا الشخص أن يكون دوما في سعادة وراحة، فأردت أن أكون مثله. وفي يوم من الأيام قال لي صديقي أنا سوف أدخل في النصرانية إذا كان دينك أفضل من ديني، لكن عليك بالدليل. فقلت دليل؟ كيف تريد دليل؟ نحن في النصرانية لدينا إيمان دون دليل. فقال نحن في الإسلام عندنا الإيمان والدليل. سألته هل تستطيع من مكانك هذا أن تأتي لي بالدليل أن الله موجود؟ فرد علي صديقي بسؤال: وهل أنت كقسيس نصراني تستطيع أن تأتي لي بالدليل أن الله موجود؟ وفي هذه اللحظة لم أستطع الرد عليه، لكنني كنت أريد أن أعرف ما هو جوابه، لأن القساوسة عندنا لا يخبروننا بالدليل فلا نبحث عنه، بما أنه أخبرنا أنه في الإنجيل فنؤمن به ولا نبحث عنه. وفي الحقيقة لو بحثنا في الإنجيل لن نجد الدليل. لكن في الإسلام كل من يتكلم في الدين لا بد من قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله أي من القرآن، وقال الرسول أي أحاديث الرسول كصحيح البخاري وصحيح مسلم. وكان صديقي إذا أراد أن يخبرني بشيء عن الإسلام كان يأتي بآيات من القرآن وبأحاديث من السنة باللغة العربية، ولم أكن أعرف ولا أتكلم اللغة العربية، ولكن صديقي كان يترجم لي ما يقوله باللغة الإنجليزية. فعلى سبيل المثال إذا قال لي بالعربية قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيترجمه لي بالإنجليزية. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كان دائما يأتي لي بالأدلة بالعربية ثم يترجمها إلى الإنجليزية،
وأحيانا كان يقرأ القرآن بسرعة حتى يترجمه لي. فعلى سبيل المثال فأقول له رجاء اقرأه ببطء، فيسألني لماذا؟ فأقول أنا أحب أن أسمع ذلك. وسبحان الله، أحيانا عندما كنت أسمع القرآن كنت أبكي. وذات مرة قرأ لي آية الكرسي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم والله يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فكنت أستوقفه وأسأله ما معنى هذا؟ فكان يخبرني بمعنى الكرسي ومعنى العرش. فقلت في نفسي هذا يعرف دينه كالعالم، وأنا القسيس النصراني لا أعرف كثيرا عن ديني. والعجيب أن بعض المسلمين يعرفون عن الدين النصراني أكثر من كثير من القساوسة. والعجيب أيضا أن كثيرا من الغرب لا يعرفون شيئا عن الإسلام، رغم أن الإسلام أجمل طريق وأكمل تفسير لمعرفة معنى لا إله إلا الله. عندما تنظر إلى الجبال، وعندما تنظر إلى البحار، وإلى النجوم، وإلى القمر، وإلى الشمس، ألا تفكر من أين أتى كل هذا؟ ألا تفكر من أين أتيت أنت؟ من أعطاك العقل؟ من الذي جعلك تنام؟ من الذي جعلك تستيقظ بعد النوم؟ من أعطاك الحياة؟ ومن الذي يعيد جلدك بعد الجرح؟ من الذي يفعل كل هذا؟ باستطاعة أي شخص أن يخبرك بأن الله موجود، لكن من الذي لديه الدليل؟ ولكن في الإسلام تظهر لنا الأدلة باستمرار من القرآن والسنة على أن الله موجود. تأمل معي هذا: شخص مسلم عادي يتخلق بأخلاقيات الإسلام، إلى جانب ذلك هو ملم بالمبادئ الأساسية في الإسلام كأركان الإسلام الخمسة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله من استطاع إليه سبيلا. وأركان الإيمان: الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد منهم، واليوم الآخر أي يوم القيامة، يوم يبعث الناس جميعا. فلو سألته المسلمون فقط فسيقول لا، جميعهم يبعثون يوم القيامة. المسلم واليهودي والنصراني والبوذي والهندوسي الملحد جميعهم يبعثون يوم القيامة. ثم شرح لي ما معنى الإسلام، وذهبت أبحث عن معنى هذه الكلمة في القاموس، فوجدت أن معنى الإسلام هو الاستسلام والطاعة
والإخلاص. and to submit and إذن إذا كان لابد أن تكون مخلصا، فمن المستحيل أن تدخل الناس في الإسلام بالقوة، you cannot force anyone. لأنه إذا كان بالقوة It's impossible. فكيف سيكون مخلصا؟ Them, they're not sincere. And وإذا كانت هذه هي معاني الإسلام، so never did Islam فمن المستحيل أنه انتشر بالسيف أو بالسلاح، doesn't spread with a gun. It's لكنه انتشر بالقلوب. وهذا المسلم دخل إلى قلوبنا بحسن تعامله ولينه وكلماته الطيبة وتقواه لله. when he would عندما كان يصلي في زاوية البيت كان يرفع يده إلى السماء look up like this. ويبكي، Tears in his eyes. وكنا نراه يبكي وكنا نتساءل لماذا يبكي. I later came ثم علمت أنه كان يبكي من أجلنا، وقد كان يقول: يا الله، يا هادي، يا لطيف، يا هادي يا هادي اهد هؤلاء الناس، اهد هؤلاء الناس، guide these people. إنهم أناس طيبون. They're nice people. وقد كانت الدموع تنهمر من عينيه، وقد كنا نرى ذلك. Do you know? وقد قال لي صديقي قبل ذلك He said to me أنه سيدخل في النصرانية as a Christian, if إذا كانت هي الديانة الصحيحة. better than my religion. I said, فقلت في نفسي أن هذا سهل، لأن في النصرانية ليس عليك أن تصلي 5 صلوات في اليوم، وليس هناك حج ولا زكاة ولا صيام. كل ما تحتاج إليه هو أن تؤمن أن عيسى عليه السلام مات من أجل ذنوب البشر. لكنه رد علي في نفس الوقت وقال: I will be in your لا بد من الدليل. if your religion is better, but you need proof. فقلت في نفسي: لماذا يريد أدلة؟ He said yes. Because ونحن نعرف أن في الإسلام أنه لا بد من أدلة ولو لم تفهمها. he knows the reason or not, that's another subject. لماذا حرم الخنزير؟ ولماذا يجب على المرأة أن تتحجب؟ ولماذا حرم على الرجال أن يمسوا النساء لا جانب عنهم؟ ولماذا لا نكذب؟ Never cheat or must never lie. وإن لم نفهم السبب فهذا نؤمن به لأنه في الكتاب والسنة. In the Sunnah, this is what we live by. One وفي إحدى الليالي thinking about it. كنت أفكر كثيرا في الإسلام، واكتشفت أن القسيس الكاثوليكي قد دخل في الإسلام. لم أستطع تصديق هذا، فذهبت لأخبر زوجتي، ووجدتها تفكر هي أيضا في الدخول في الإسلام. فوضعت يدي على رأسي وقلت: ما الذي يحدث؟ فذهبت إلى صديقي نمشي في الحديقة، وقد كانت لدي أسئلة كثيرة في كل شيء، في تجارتي وفي أصدقائي وكنيستي وفي الإنجيل والقرآن. كنت أريده أن يسألني: لماذا لا تدخل في الإسلام؟ لكن انظر إلى حكمة هذا الرجل، فقد قال لي: هذا الأمر ليس بينك وبين زوجتك، أو بينك وبين تجارتك، أو بينك وبين والدك، أو بينك وبين كنيستك. هذا الأمر بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وأنت تحتاج أن تتكلم معه. ثم رجع إلى البيت ليصلي ويبكي في الصلاة ويدعو أن يهديني الله للإسلام. وفي تلك اللحظة ذهبت أنا في زاوية البيت وسجدت لله ودعوت ربي: إذا كنت تسمعني فاهدني. ولما رفعت يدي إلى الله عرفت يقينا أن ربي يسمعني، وعرفت يقينا أن الله واحد، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. وعرفت أن هذا هو الصراط المستقيم، وأن علي اتباع هذا الطريق، وعرفت أن هذا هو قول الحق. محمد المصطفى محمد is his messenger. لا إله إلا الله محمد رسول الله. There's no God but Allah. لا إله إلا الله محمد المصطفى محمد is his messenger. لا إله إلا الله محمد رسول الله. There's no God but Allah. لا إله إلا الله محمد المصطفى محمد is his messenger. لا إله إلا الله محمد رسول الله. There's no God but Allah.
إله إلا الله محمد رسول الله. There's no God, there's no God. لا إله إلا الله محمد رسول الله. There's no God, there's no God. لا إله إلا الله محمد رسول الله. There's no God, there's no God. أسلم يوسف استس وأصبحت قضيته نشر الإسلام، يقضي كل لحظة في حياته في الدعوة إلى الله، متنقلا بين دول العالم يدعو الناس إلى هذا الدين الذي أعطاه الكثير والكثير، فلا يكاد يمر يوم إلا ويسلم على يديه نفر من الناس. أسلم على يديه الكثير من القساوسة والرهبان، كل هذا بفضل الله تعالى، ثم بسبب ذلك الشاب المسلم الذي تمثل الإسلام في حياته. فكانت رسالة يوسف بأن التحلي بالأخلاق الإسلامية والإحسان في التعامل مع الآخرين، وأن يرى الناس جمال هذا الدين يتمثل في المسلم، هي أبلغ طريقة للدعوة إلى الله عز وجل. قررت في نفس اللحظة أن أدعو الناس إلى هذا الدين، وهذا سبب وجودي معكم اليوم، لأحكي لكم قصتي، وكذلك لكي تعرف أنت أيها الشخص أن تكون كما أرادك الله أن تكون، بأن تتبع دين الإسلام وتجعل الناس يرونك قدوة تعكس جمال هذا الدين وحقيقة الإسلام. Allah says, Ya ayyuhalladhina amanu attaqullah wa qulu qawlan sadida. كن صادقا مع الناس، وكن أمينا وكريما مع كل الناس. اجعل الناس يروننا أننا طيبون لا نكره أحدا، وأننا نريد الخير لكل البشر، وأننا نحب الله ورسوله. وكن قدوة بحسن المعاملة، وسترى إن شاء الله أثر هذا الفعل. وقد ترى شخصا أمامك يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد محمد رسول الله. أسأل الله العظيم أن يجعلكم دعاة إلى هذا الدين، وأن ييسر أمركم. Until next time, this is Yusuf Estes making dua. Ihdina siratul mustaqim. Assalamu alaikum. Second question, why the beard? That's funny. Why do you have eyebrows? Allah put it there. Are you asking me why I don't shave it off? Why don't you shave off your eyebrows? Why? If you're going to say, well, because everybody does it, well, now that's always a good reason to do something, isn't it? If everybody else does it, that's your excuse, huh? What do the majority of the people of Melbourne do on Friday night? They don't come to religious lectures, do they? No. The majority of the people in this room are Muslim. The majority of the people that we invited to come, the non-Muslims, saw fit to do something else. And most of them are going to have a hangover tomorrow because of it. Am I right or wrong? So the most of the people in the world today, in the free world that I know about, get drunk, waste their money, and act like fools on Friday and Saturday night. So is that an excuse that I can go do it too? Is it? So when you cut your beard off, why'd you do it? Why? Did Rasul Sallallahu tell you to cut it or let it grow? Sahih Bukhari, volume, I think it's volume 8, hadith number 798. I think that's where it is. We can find it for you though. Let it grow, leave it alone. Let it grow out and cut this. That's what it says in the hadith. But a brother comes to me and he says, Imam, please make dua for me. I said, okay. For what? He said, make dua, I can grow my beard. Make dua, I'll grow my beard.
said, I can't do that. He said, why? I said, that's shirk. He said, shirk? How is it shirk? Did you make dua for me to grow my beard? Shirk means to make partners with Allah. You want me to make partners with Allah? He said, no, I just asked you to make dua that I want to grow my beard. Just make dua, grow my beard. I said, I can't. Because it is Allah who grows your beard, not you. But I will make dua that you quit cutting it off. Alhamdulillah. One brother, he said, yeah, but you know my wife, she said, you know, she really likes me to shave it off and keep it smooth. I said, you got to wonder about a woman who wants her husband to look like another woman. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد